أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة كاسباروف مدربك في الشطرنج. شعارنا دايما هو الدراسة مع المتعة، ولن نجد أمتع من دراسة أدوار كاسباروف. السلسلة دي عبارة عن مجموعة من أدوار كاسباروف هنتعرف خلالها على مسيرة حياته في الشطرنج، وفي نفس الوقت هنتعلم من كل دور درس جديد. يعني مثلا في دور لاستغلال الأعمدة، ودور آخر هشرح المربعات القوية والضعيفة، ودور هنعرف ايه هو الفيل الجيد والفيل السيء، وكذلك دور للهجوم على الملك، وهكذا حتى نهاية هذه السلسلة. هحاول اني ابتعد عن التفريعات المعقدة والطويلة، ولكن هحاول دايما اني اشرح لك كل نقلة مهمة، وهدفي انك تخرج بعد مشاهدة كل فيديو ومستواك قد ارتفع. وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. فيديو رقم 5 في سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج بعنوان التبييت السريع او الموت الاكيد. كاسباروف في دور ضد جراند ماستر السويدي الشهير أولف أندرسون في تالبرج هولندا 1982. كاسباروف لم يؤدي جيدا في بطولة تالبرج، ربما لتأثره من ضياع الفوز على بطل العالم السابق بتروسيان في الدور الشهير اللي انتهى بينهم بالتعادل. لكن دوره اللي هنشوفه مع جراند ماستر السويدي ألف أندرسون عوضه كثيرا عن نتائجه السيئة، لأن الدور حاز على إعجاب الجميع، بل وأحرز جائزة الجمال الأولى في دليل الشطرنج الانفورمانت اللي بيصدره الاتحاد الدولي الفيدا. وصرح كاسباروف للصحافة بعد انتهاء المسابقة بأن هذا الدور هو أفضل دور لعبته في حياتي، بينما على العكس صرح أندرسون بعد نهاية الدور وقال جملته الشهيرة: لن ألعب مع كاسباروف بعد ذلك أبدا. في بداية أدوار الشطرنج وبعد ما تحتل الوسط بقليل، فإن هدفك التالي في الافتتاح هو أن تبيت الملك. بتحاول إخراج قطع جناح الملك أولا، وبتكون خطوتك التانية هي التبييت، لأنك كلما تأخرت في ترك الملك في وسط الرقعة كلما زاد الخطر اللي ممكن تواجهه، وقد تواجه نهاية سريعة لدور سريع. ولكن التبييت مش مجرد تأمين الملك، بل هو أيضا عامل هام لإخراج قطعك للدور بصفة مثالية، وفي النهاية بيتم ربط الرخين اللي بيستطيعوا فيما بعد احتلال أعمدة مركزية هامة اللي بتفتح في وقت معين وبيكونوا عامل هام في إدراكك للفوز. ودور كاسباروف مع أولف أندرسون كان دور شهير، لأن أندرسون كان مشهور بمقدرته الدفاعية الهائلة، وكان بيعتبر من أوائل اللاعبين الدفاعيين في العالم، ولكنه وضع ثقته في تحصيناته الدفاعية وأخر التبييت. وفي الحقيقة الملك في الوسط كان يبدو آمن تماما، ولكن كاسباروف بمهارة شديدة رفع الدرع الواقي من أمام الملك وأمسك بيه داخل تحصيناته. يلا نشوف الدور. كاسباروف بالأبيض ولعب D4 نايت F6 C4 E6 نايت F3 B6 دفاع هندي الوزير A3 تفريع كاسباروف في دفاع هندي الوزير بيشوب B7. أندرسون اختار التفريع الرئيسي لدفاع هندي الوزير ووضع الفيل على المربع B7، ولكن بعد نايت C3 قرر أندرسون أن يترك الخط الطبيعي المعتاد ولعب نايت E4. النقلة دي ربما تبدو منطقية، لأن وجود الحصان على المربع E4 والسيطرة الكاملة على هذا المربع ده الأداة الرئيسية في دفاع هندي الوزير. لكن نقلة الحصان دي نقلة مبكرة وغير ناضجة، وبتنافي أحد المبادئ الرئيسية في الافتتاح، وهي عدم تحريك القطعة مرتين في الافتتاح. على أي حال كاسباروف رد على هذه النقلة رد قوي، ولم تعد مرة أخرى للظهور في المباريات الرسمية. تعال نشوف كاسباروف عمل إيه. لعب نايت تيكس E4 بيشوب تيكس E4 نايت D2. ودلوقتي الفيل الأسود مطلوب، وسواء الفيل تراجع إلى الخلف أو تمت حمايته وبقى على المربع E4 الأسود أصبح دوره دور سيء،
وقطع الاسود هيتم تقييدها ولن تكون قادرة على اللعب بطريقة فعالة. والابيض هيحاول ان يبني وسط قوي بانه يلعب النقلة E4، وكمان هيكون له مبادرة على كلا الجانبين، وهيستخدم لذلك الانتشار بالافيال عن طريق الفيونكة في كلا الجناحين، وده اللي هنشوفه في هذا الدور. على اي حال الاسود اختار ان يتراجع بالفيل للمربع G6. اذا الفيل ما تراجعش للمربع G6 وتراجع مرة اخرى للمربع B7، ممكن تكون التكملة E4 كوين F6، وهنا الابيض هيخترق الوسط بالنقلة D5، ودي نقلة قوية. وافضل نقلة للاسود هي بيشوب C5 بيهدد مربع F2، والابيض بيكمل بهدوء نايت F3. ودلوقتي الاسود بيواجه نقلات محرجة زي الاي 5 طالب الوزير، ويتلوها نقلات زي البي 4 ويطرد الفيل. على اي حال الاسود ما تراجعش للمربع بي 7، انما تراجع للمربع جي 6 وكمل الدور جي 3. الاسود بعد ما تخلى عن سيطرته عن الوتر الطويل، كاسباروف قرر ان ياخد الوتر لنفسه، والاسود كمل نايت سي 6. الاسود بيحاول ان يغلق الوتر الطويل، لكن النقلة دي نقلة سيئة. وهنا ممكن نتعلم شيء جديد، وهو في حال غياب الفيل الاسود عن الوتر الطويل، افضل طريقة لغلق هذا الوتر هو لعب النقلة C6 وبعدين النقلة D5، وبكده بنغلق الوتر، وبعد كده بيتم تعبئة الحصان عن طريق الدي 7. على اي حال الاسود ما اتبعش هذه الاستراتيجية، انما لعب نايت سي 6 وهيعاني من هذه النقلة في المستقبل. كمل الدور E3 A6. الاسود بيحاول يتمدد في جناح الوزير، والنقلة دي تمهيد للنقلة B5، وهنا كاسباروف رد B4. نقلة قوية، لان لو كاسباروف ما لعبش البي 4 واستمر في خطته المعتادة وهي بيشوب G2، هتكون النقلة دي نقلة سيئة، لان ساحة المعركة انتقلت الى جناح الوزير، ولابد ان الفيل يكون موجود على المربع F1 عشان يمنع النقلة B5. ولذلك كاسباروف ما لعبش البيشوب G2 انما لعب B4، وبكده الاسود ما يقدرش يلعب البي 5 لوجود فيل الابيض على المربع F1. لكن الاسود كمل B5. لو الاسود ما لعبش البي 5 وحاول ان يعمل لعب مضاد في الوسط بنقلة زي الدي 5، الدور هيكمل بيشوب B2 بيشوب E7 روك C1، والابيض بيهدد بلعب قوي في جناح الوزير، بيبتدي بالنقلة C takes D5 طالب الحصان، والابيض له مستقبل ممتاز في جناح الوزير. لكن على اي حال الاسود ما لعبش الدي 5 انما لعب بي 5، والنقلة دي نقلة خبيثة. الاسود بينصب فخ لكاسباروف. على اي حال الدور كمل C takes B5 A takes B5، وهنا كاسباروف ما خدش البيدق اللي على البي 5 انما لعب بيشوب B2، وهي دي النقلة الصحيحة. لو الابيض ما لعبش البيشوب B2 وقع في فخ الاسود واخد على المربع B5 بيشوب B5، دي هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيلعب على الفور نايت تيكس B4. ودلوقتي الابيض ما يقدرش ياخد الحصان لان بيدق S3 مربوط على الرخ، والاسود اصبح له هجوم قوي في جناح الوزير وبيهدد بنايت C2 بشوكة للملك والرخ، والاسود اصبح له حاليا التفوق. ولذلك كاسباروف ما لعبش البيشوب تيكس B5 انما لعب البيشوب B2، ودلوقتي الرخ اصبح محمي وممكن ياخد على المربع B5. ودلوقتي الاسود مطلوب ان يحمي البيدق ولعب نايت A7. الحصان جه على حافة الرقعة واصبح في اقل فاعلية. على اي حال لو تابعنا مسيرة الحصان الى نهاية الدور هنلاقيه هيعاني عشان هيدخل للعب مرة اخرى، وهيجي للمربع C8 وبعدين للمربع D6، وهيستقر في النهاية في المربع F7 عشان يدافع عن الملك، لكن هيصل الى هذه النقطة بعد فوات الاوان. على اي حال كاسباروف رد على النقلة نايت A7 بالنقلة H4، وكاسباروف بعد ما تفوق في جناح الوزير بياخد المبادرة في جناح الملك. دلوقتي الابيض بيهدد ب H5 ويفوز بالفيل اللي هيقع في المصيدة، والاسود لعب
H6 عشان يجد مربع هروب للفيل. على اي حال النقلة دي نقلة سيئة، وكان المفترض ان الاسود بدل ما يلعب H6 يلعب ال H5، وده هنشوفه في سياق الدور. على اي حال بعد ما كاسباروف تفوق في جناح الوزير وكذلك هدد في جناح الملك، لعب النقلة القوية D5 وابتدى يلعب في وسط الرقعة. الحقيقة تقديم هذا البيدق مش محتاج اي تدعيم، لان كاسباروف بيضحي بهذا البيدق في سبيل فتح الخطوط. والاسود مجبر على لعب E takes D5. ودلوقتي ظهرت فائدة تضحية كاسباروف. الاسود اصبح بيعاني من اضعافات شديدة في المربعات السوداء في الوسط وفي جناح الوزير، وبعد قليل هيعاني من اضعافات في المربعات البيضاء في جناح الملك. وكذلك بعد الاخذ على المربع D5 اصبح عمود E مفتوح على الملك الاسود، اللي اصبح حاليا في حالة خطر شديد. وعلى اي حال الاسود لن يستطيع التبييت حتى نهاية الدور. وكاسباروف على الفور لعب بيشوب G2 طالب بيدق الدي 5، ولا توجد طريقة للحماية غير السي 6. وبكده الحصان حرم من اخر مربع متاح له، وزي ما شرحنا فيما قبل هيضطر ان ياخد مسار طويل ليدخل في الدور مرة اخرى. على اي حال ممكن نعتبر حاليا ان الاسود بيلعب وهو متخلف بقطعة. وكمل الدور كسل. الابيض حاليا بيسيطر على مساحة اكبر ومتفوق في التعبئة، ولا يعاني من اي اضعافات، بعكس الاسود اللي بيعاني من اضعافات شرحناها في الملاحظة السابقة. ولذلك ممكن نقول ان كاسباروف له تعويض كافي جدا عن خسارته لبيدق. وبتروسيان علق على هذا الموقف بان الابيض عليه ان يفتح الدور فورا بنقلة زي الاي 4 ويهاجم الملك الاسود. لكن كاسباروف اجل هذا التقديم في الوسط، وقال ان خطته كانت بتعتمد على انه يجبر الاسود على تحريك بيدق الاف للامام، وده هيضعف المربعات البيضاء في جناح الملك. وهنرى في النقلات القادمة ازاي كاسباروف قدر انه ينفذ خطته. على اي حال الاسود كمل باف 6. لو الاسود ملعبش الاف 6 ولعب نقلة زي الاف 5 عشان يمنع تقديمه البيدق الى الاي 4، الابيض هيلعب ببساطة نايت اف 3، ومن هنا الحصان هيستقر على المربع اي 5 وهيغزو معسكر الاسود. على اي حال الاسود ما لعبش الاف 5 انما لعب اف 6 وكمل الدور روك اي 1. كاسباروف بالنقلة دي بيضع الرخ على نفس العمود اللي موجود عليه الملك، ودي استراتيجية معروفة بنشوفها في ادوار كاسباروف. ودلوقتي بيهدد بالنقلة اي 4 ويفتح العمود اي على الملك. والاسود كمل بيشوب اي 7 وبيحاول انه يبيت، لكن كاسباروف منعه فورا بالنقلة القوية كوين جي 4 طالب الفيل. والفيل لو تراجع هياخد بيدق الجي 7، ولذلك الاسود مضطر اللعب كينج اف 7. وبكده الاسود تخلى عن حق التبييت. وكاسباروف كمل بنقلته القوية اتش 5 بيشوب اتش 7. وهنا كاسباروف لعب النقلة اللي حضر لها طويلا اي 4، وده الوقت المناسب لهذا التقديم. البدء بيتقدم للامام بتدعيم من الفيل والحصان والرخ والوزير، ولم يتبقى في معسكر الابيض غير قطعة واحدة وهي رخ A1 المحتاجة للتنشيط. على اي حال الاسود مجبر على لعب دي تيكس اي 4 بيشوب تيكس اي 4 بيشوب اي 4 نايت تيكس اي 4. وبكده تم للابيض السيطرة ايضا على المربعات البيضاء في جناح الملك، وتفوق الابيض اصبح واضحا، والاسود له هيكل بيادق سيء للغاية، وكذلك قطعه بتبدو بدون فائدة وليس لديه اي فرص للعب المضاد. وهنا ابتدى الاسود في استدعاء الحصان للعب في رحلة طويلة ابتدت بنايت سي 8. خطة الاسود حاليا هي لعب نايت دي 6 ومحاولة تكسير القطع والدخول الى مرحلة نهاية الدور، ويحاول يجد اي فرص للعب المضاد. ولكن كاسباروف احبط خطة الاسود ولعب روك اي جي 1 بيمنع خطة الاسود بالتكسير بنايت دي 6،
وفي نفس الوقت بيضع الرخ مع الوزير على نفس العمود، ودي زي ما قلنا من الاستراتيجيات التقليدية لكاسباروف، وكذلك طالب ان ياخد بيدق الدي 7، ولذلك الاسود مجبر على لعب روك اي 7 عشان يحمي البيدق. الحقيقة الاسود يمكنه ببساطة التسليم في هذا الموقف، وتحليل الكمبيوتر ادى كاسباروف تفوق واضح ولكنه ليس حاسما. على اي حال مهمة كاسباروف حاليا ان يجد خطة ناجحة يحول بيها هذا التفوق الواضح الى فوز حاسم. الكمبيوتر اقترح هنا النقلة بيشوب دي 4، لكن كاسباروف كان عنده رأي اخر ولعب التضحية الرائعة نايت تيكس اف 6. النقلة دي هي اللي جعلت هذا الدور ياخد افضل دور في تلك السنة. نقلة بتتحدى كل منطق، لان بيدق الاف 6 مدافع عنه 4 مرات ببيدق الجي 7 والملك والفيل والوزير، ولكن بعد هذه التضحية الابيض بيفوز في كل التفريعات. على اي حال الاسود كمل بجي تيكس اف 6. لو الاسود ملعبش جي اف 6 واخد الحصان بالفيل بيشوب تيكس اف 6، هيخسر فورا بعد كوين جي 6 تشيك، كينج اف 8، بيشوب تيكس اف 6، طالب الوزير، جي تيكس اف 6. طبعا لو الاسود ما خدش بالبيدق واخد بالوزير هياخد تشيك ميت في نقلة واحدة بروك اي 8 تشيك ميت، ولذلك في الموقف ده الاسود مجبر على لعب جي تيكس اف 6، وهنا بتيجي النهاية الرائعة روك اي 6. الابيض بيهدد روك تيكس اف 6 تشيك والابيض هيفوز. بالطبع الرخ امن من الاخذ لان بيدق الدي 7 مربوط ايضا على الوزير، ولذلك الاسود ما يقدرش ياخد بالفيل، انما لعب جي تيكس اف 6 والابيض كمل كوين جي 6 تشيك، كينج اف 8. ودلوقتي اي لاعب عادي ممكن يكمل بالنقلة روك تيكس اي 7، وبعد كوين تيكس اي 7 بيلعب بيشوب تيكس اف 6، طالب الوزير وطالب الرخ، والابيض هيفوز ماديا ويفوز بالدور. ولكن كاسباروف ما يلعبش النقلات العادية، انما لعب النقلة الرائعة بيشوب سي 1. الفيل حول اتجاهه واصبح دلوقتي هدفه هو بيدق الاتش 6 اللي قلنا عليه ان لازم يكون متقدم الى المربع اتش 5 من البداية، وافضل دفاع للاسود هنا هو كوين اي 8، ولكن الاسود ما لعبش الكوين اي 8 انما لعب دي 5. وهنا كاسباروف كمل في نقلاته الرائعة بروك دي 4، والابيض بيهدد بروك جي 4، والاسود لعب نايت دي 6 روك جي 4، ودلوقتي بيهدد بكوين جي 7 تشيك ويفوز بالرخ ويفوز بالدور. ولذلك الاسود لعب نايت اف 7 بيحمي الرخ وبيحمي بيدق الاتش 6، لكن كاسباروف فاجئه بالنقلة بيشوب تيكس اتش 6 تشيك. واذا الاسود اخد الفيل بالرخ روك تيكس اتش 6 هياخد تشيك ميت بنقلة واحدة بكوين جي 8 تشيك ميت. واذا اخد بالحصان نايت تيكس اتش 6 الابيض هيكمل بكوين جي 7 تشيك، كينج اي 8، كوين تيكس اتش 8 تشيك، كينج دي 7، كوين تيكس اتش 6، والابيض هيفوز. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل بكينج اي 8، وهنا كاسباروف لعب النقلة الاخيرة بيشوب جي 7 طالب الرخ اللي اصبح حاليا غير محمي بالحصان لان الحصان مربوط. واذا الاسود دافع بروك جي 8 الابيض بكل بساطة هيقدم بيدق الاتش وهيفوز بالدور. ولذلك اندرسون سلم وقال بعد هذا الدور جملته الشهيرة: لن العب مع كاسباروف بعد الان ابدا. ارجو ان نكون استمتعنا واستفدنا بهذا الدور اللي شفنا فيه كيف نعاقب الملك الغير مبيت. والى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج. وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.